مشاهدينا بنرحب بكم مرة تانية، وموضوعنا الرئيسي لحلقة اليوم وهو زي ما تعودنا معاكم كل جمعة بنفتح ملف السياحة وبنروح لمنطقة من مناطق تنمية السياحة. الحقيقة النهاردة معانا ملف خاص بسياحة اليخت. سياحة اليخت طبعا في إطار الجهود المبذولة لتنويع المنتج السياحي وفي ظل جهود الدولة بكل مستوياتها الحقيقة للنهوض بقطاع السياحة مرة أخرى، يتم الاهتمام بنمط جديد من أنماط السياحة الغير مهتم بيه على الإطلاق في مصر الحقيقة، هو سياحة اليخت. منطقة البحر الأبيض منطقة تعتبر مركز مهم لسياحة اليخوت حوالين العالم، منطقة جذب 30,000 يخت على الأقل سنويا يجوب هذه المنطقة. كيف يمكن الاستفادة من هذه السياحة لتنمية قطاع السياحة اللي حاله كلنا عارفين أنه هو أكيد في أسوأ حالاته في الفترة دي؟ سياحة اليخت اللي هي المفروض مقتصرة على الأثرياء حول العالم، يعني نمط من السائح اللي بيدخل عملة كبيرة بيدفع فلوس كتيرة، ازاي ممكن الاهتمام بيه ويعني إزالة كل العراقيل أمام مرتدي هذه السياحة في مصر؟ محاور عديدة هينورها لنا وينورنا فيها ضيفنا القبطان ياسر مسلمي رئيس الجمعية المصرية الأمريكية لليخوت. سيادة القبطان ازاي حضرتك؟ يعني قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا نقول للناس يعني ايه قبطان الاول. يمكن الدراما والسينما خلت القبطان وامير البحار حاجه مش مفهومه شويه. هو القبطان حضرتك هو اعلى حاجه على السفينه واعلى حاجه على اليخت الكبير، يعني هو بيتقال برضو اليخوت الكبيره بيتقال عليها القبطان اللي هي الاحجام اللي هي 60 متر 100 متر، دي الاحجام الكبيره، لكن الطبيعي ان هو بيتقال على القبطان للسفن الكبيره اللي هي بتنقل بضايع او بتنقل الركاب اللي هي بتلف العالم كله. وعشان حد يبقى قبطان لازم يكون مارس المهنه وطلع على سفينه عدد سنوات معينه، ولا دي دراسه وشهاده بيحصل عليها من اكاديميه بحريه؟ هو حضرتك طبعا هو في فرق بين المراكب، القبطان على مركب والقبطان على اليخت. تمام. القبطان على اليخت بتبقى الدراسات حرة فيها، أي حد يقدر يغير الكارير بتاعه في أي وقت. يعني المحاسب أو الطالب اللي في الجامعة أي حد يقدر ينزل البحر، بس ليه طبعا في مواصفات معينة ليه، يعني وفي تدريب شكلا وموضوعا، لأنه طبعا ده بيدخل في مجال سياحة أو رجال أعمال. لكن القبطان اللي على السفن ده حضرتك بيدخل الأكاديمية بيقعد 4 سنين، اللي هم يعني هو لازم يكون بعد ثانويه عامه، وطبعا فيها عملي فيها نظري، وبيتخرج ضابط تاني، بعدين بينزل يشتغل في البحر ولازم بيرجع يمتحن، لان القبطان بتاع السفينه ده هي درجه عاليه تخللها شغل ودراسات وسبقها درجات تانية. لان هي المهنه دي اصلا ما بينفعش يعني يترقى فيها بالادميات زي باقي الحاجات، هي لازم يبقى فيها تحضير. تمام. امتحانات. نرجع لموضوعنا بقى وهو سياحه اليخت، ويمكن تحديدا من بدايه 2006 2007 بدا الاهتمام وتنميه هذا النوع من السياحه. تقدير حضرتك لوضع سياحه اليخت حاليا، ونقدر قد ايه نعول عليها ان هي ممكن تكون رافد من الروافد المهمه للسياحه؟ بص يا حضرتك، هو سياحه اليخوت هي من السياحات اللي هي يعني قطاع سياحه هو مهم جدا، لان يعني دخوله هنا الاراضي يعني الموانئ المصريه عموما ده ليه دخل طبعا عالي جدا، لان انت عندك اليخت لما بيدخل مثلا نفترض هيدخل البحر الاحمر، فده بيعدي قناه السويس، هيدفع فيها رسوم. في رسوم بتدفع للدوله غير بس المرور، وبعدين هيقف على المينا هياخد ديزل، يعني السعر العالمي طبعا ده بيبقى تقريبا 1200 دولار تقريبا. وعندك الميه في حاجات طبعا وقفته على الرصيف، في خدمات هتتقدم جديده، في وظائف هتتفتح جديده، يعني كل الكم ده ما هيجي هنا مصر اكتر كل ما تفتح وظائف لناس كتير ويبقى في دخل كتير جدا. هل في عراقيل الرسوم والحاجات اللي حضرتك سردتها دي يعني معمول بيها في كل الدول، ولا احنا بنحط عراقيل قدام هذه السياحه وسياح؟ لا حضرتك، لا، الرسوم في اي مكان في العالم لانها يعني رسوم المرور دي ثابته، رسوم دخول المواني دي ثابته، دي حاجات يعني هي طبعا هي كل بلد ممكن تكون اغلى او ارخص، لكن دي حاجات اساسيه لانه بيقدم خدمات. يعني هو دلوقتي لما بيقف على رصيف كمان هو بيتقدم له جوه المواني الميه والكهرباء وكل الحاجات اللي هي
الخدمات اللي بتتقدم له. احنا محتاجين ايه عشان السياحه دي تاخد شكل اكبر واعمق من كده؟ محتاجه حضرتك طبعا شركات السياحه، يعني جزء مهم كبير عليها، لان شركات السياحه بتارجت السايح العادي في اي مكان، ما بتروحش للاماكن بتاع التجمعات اللي يخوض التجمعات. يعني هو ده كوميونيتي مقفول على نفسه شويه، مجتمع يعني هو اكيد لازم يكون في البحر، هو قريب من البحر فليه اماكن بتاعته. لازم شركات سياحه تعمل البروجرام بتاعها اللي يعمل جذب للناس دي، لان اللي بيجي باليخت على فكره ممكن بيقعد شهرين و3 و6 شهور بيبقى موجود في مصر. موجود في مصر. فازاي هو هي يعني هيعرض له حاجه كويسه جدا، وفي نفس الوقت هيقول له لما توصل هنا مصر ممكن ناخدك مثلا الاقصر واسوان وشرم الشيخ. يعني نستفيد بوجود السائح اليخت بان انا استفيد بيه وافرجه على معالم ثانيه لمصر. هيستفيد، بس احنا لازم نعرفه هناك في ايه عندنا، ايه هي المواني والمناطق السياحيه. هو عارف منها جزء، بس في فرق ان حضرتك ان يبقى حاجات متعلق عندي، في حاجات الناس بتتكلم عليها. ده جزء وزاره، ده جزء من النشاط اللي المفروض تقوم بيه الوزاره للترويج يعني للسياحه. طبعا هو في اسباب كتيره، يعني هقول لحضرتك حاجه كمان. احنا هنا عندنا في الجونه مثلا او في موانئ كتير بيبقى الاونر هو جايب كابتن من بره، جايب اطقم من الضيافه بتاعته من بره. ليه؟ لان اللي موجوده اللي هم في السوق اصلا هم الرؤساء، طبعا هم حافظين، لان حدود الشغل بتاعهم الرحله بتاعتهم اللي هي العاديه، اللي هو لما بيجي سايح هو بيلفها. لكن ما عندكيش احنا معانا صور يعني بنات كمان. يمكن شويه الناس تتخيل انه فكره اليخت وسياحه اليخت مقتصره على الرجال. بتقوموا بتدريب شباب وبنات مقبلين على المجال. دي حضرتك هي اللي انا بقول لحضرتك عليها، ان هي ممكن اي حد يقدر يعني من اي كارير، من اي وظيفه يقدر يتدرب لان دي دراسات، هي عدد ساعات معتمده ليها شهادات معينه بتفتح له مجال ان هو يقدر يشتغل في اي مكان في العالم. لان كمان هو ده يعني الكرو بتاعنا ده لما يكون منتشر بره في العالم كله، فده بيعمل الادفرتايزنج لسياحه اليخوت. يعني ده موضوع يعني على اللونج ران دي حاجه مهمه جدا. لسبب لو انا اونر وعندي الكابتن بتاعي مثلا تركي، اكيد هيقعد يكلمني عن تركيا فياخدني من هنا عشان اروح على تركيا. هي نفس الحكايه، لو احنا عندنا كرو منتشر في العالم اكيد هيتكلم 24 ساعه عن مصر، فهيجيب ده على اللونج ران، هيبقى عندنا سياحه منهم هم كمان. الموضوع مقتصر على انه سائح اليخت بيجي باليخت بتاعه، ولا احنا ممكن السائح العادي اللي جاي يزور مصر بشكل عام نوجهه للتعامل مع اليخوت اللي عندنا في مصر؟ لا، هو حضرتك هو يعني هو التسويق عموما لما يوصل للناس دي، هيبقى عندك نوعين من الناس دي، هم كلهم اصلا ملاك لليخوت. واليخوت على فكره مش حاجه غاليه، ما هياش الحاجه اللي الناس معتقداها ان هي ارقام ضخمه. لا، 30,000 دولار مثلا او يورو يبقى عنده يخت، وعلى فكره ده بيلف بيه العالم كله. في يعني اللي عندنا بيجي 30,000 دولار، 50,000 دولار، 100,000، طبعا في حاجات لغايه 100 مليون، ارقام كبيره، 200 مليون. بس العادي يعني ان الناس عندها يعني الافريج بتاع السعر 50 ولا 100، فده بيتحرك بيه، بيطلع من ايطاليا، قبرص، اليونان، فممكن يجي على مصر. فعاده بيكون السائح جاي باليخت بتاعه، بيجي باليخت بتاعه. ده جزء بيجي باليخوت بتاعته، وفي يعني في جزء تاني مش هيجي باليخوت بس. ده ممكن شركات السياحه لو هي بتارجت الناس دي كلها، هيبقى هو عنده ناس بتيجي عن طريق بحر، وهم يعني النوعيه الثانيه بتاعتهم هي بتيجي بالطيران. دول برضو هيدفعوا كويس، لان هم دول متعودين ان هو بيسافر باليخت بتاعه من ايطاليا، قبرص، وعارف انا اقصد ان ممكن شركات السياحه المصريه تعمل بروجرام للسائح العادي اللي هو مش جاي باليخت من بلده، ان هو يقدر يعمل رحله بيخت من مصر. لا، ما ده حضرتك ده الثابت. هو اصلا انت ما عندكيش اي حد بيدخل شرم الشيخ او غردقه الا اذا متباع له جوه الرحله بتاعته كلها. رحله شرم الشيخ معروفه، هي التيران واللفه بتاعتها، والغردقه نفس الحكايه. ما انت عندك قطاع السياحه، ده قطاع سياحه اليخوت دي حاجه مهمه جدا. اذا كان السياحه اللي هي الداخليه اللي عندنا هنا، لان احنا كلها بحر اصلا، هو مين بينزل شرم الشيخ او الغردقه الا اذا كان بيروح على المحميات، فدي حاجه اساسيه عندنا. فكره المهرجانات والمسابقات دي قليله شويه عندنا، ما عندناش
مهرجان لليخت، ما عندناش عناصر جذب حقيقيه. هو حضرتك مهرجان اليخوت هو بيتعمل كل وقت، بس هي المشكله في حاجه عندنا. في فرق لما حضرتك تكون يعني تكون انت موجوده جوه الحدث، او انت ارض بتستقبلي الحدث. يعني العادي جدا بتاعنا ان احنا بننظم سباق يخوت هنا، فمين مين اللي يكون موجود؟ صحافه، اعلام، المقربين. لكن هو ملهوش شعبيه على التلفزيون، ملهوش شعبيه في الشارع. ليه؟ لان انت ما عندكيش فريق مصري جوه السباق ده والناس بتشجعه. طبعا عشان يبقى في فريق يبقى في شعبيه، لانه ده اكيد اخذ وقت. هو ده اللي حضرتك اللي احنا بنعمله بالرعايه بتاعت وزاره السياحه. اهم المواني اللي بتستقبل يخوت، اهم المواني في مصر. يمكن كان الموضوع مقتصر شويه على مارينا في شرم، بعد كده بدأ ينتشر في أكتر من مارينا على مستوى المواني المصرية. دلوقتي موجود في كل المواني ولا لسه في مواني؟ لا، في موجود مواني طبعا. في عندنا الجونة، وفي عندنا الغردقة المواني الرئيسية عندنا، وفي عندنا بورت غالب، مرسى علم، وعندنا شرم الشيخ طبعا. بس هو حضرتك مع زيادة دخول اليخوت عندنا في مصر هتلاقي رجال أعمال أكيد هتوجه يعني الاستثمارات بتاعتها في يعني في خدمات جديدة وتطوير في المواني، وكمان هيفتحوا أكيد يعني في حاجات هتبقى جديدة، في مواني جديدة عندنا في مصر. بس هو حسب. دايما المشتغلين بقطاع السياحة والمتعاملين اكتر مع السياح بشكل مباشر بيقولوا انه السياح بيعانوا عندنا من اجراءات ومن عراقيل بتقابلهم ومن عدم توفر خدمه بشكل كويس. في قطاع سياحه اليخت ايه الجهات اللي بيتعامل معاها السائح اليخت؟ وهل في اجراءات فعلا بتعرقله تخليه يدور على مواني غير مصريه يستمتع بسياحته فيها؟ لا، هو حضرتك هو القله اللي بيجوا هم دول، يعني ممكن الجمارك، ممكن الحاجات اللي هي الحكوميه. يعني هي طبعا تعالى مع الموضوع يعني ده طبيعي في التعامل الحكومي عندنا. عندنا. وده ربما يكون بيتضرر منه السائح بعض الشيء. لا، يعني الشويه اللي بيجوا بيبقى في منهم ناس متضايقه منهم، لان انت عارفه الموضوع هو يعني روتين في ده. لكن طبعا مش هو ده الاساس، لكن الاساس ان احنا نقدر نعمل ادفرتايزنج نجيب الناس دي من كل العالم عندنا. خصوصا ان انا لفيت كتير على اليخوت، يعني انا قبطان بحري تجاري، لكن حضرتك انا سافرت طبعا في الدراسات بتاعتي دي التخصص بتاع اليخوت ده. انا قعدت سنتين في امريكا، فلفيت المواني كتير، في حاجات متشابهه عندنا. بس المهم الادفرتايزنج. هم هناك بيتعمل لهم كل شويه بروجرام يروحوا فين ويجوا، يعني في كوميونتي بحري. احنا ما عندناش كوميونتي بحري، ما عندناش مجتمع بحري. ده صحيح. نرجع لموضوع بقى التدريب وفكره دخول الشباب في المجال ده، وانه اي شاب من اي كارير يقدر يدخل ويتدرب. ده بتعملوه ازاي، وايه المواصفات او الشروط اللي يجب توفرها في المتدرب علشان ينزل ياخد يخت وينزل البحر؟ هو حضرتك ده يعني التدريب ده هو بيفتح طبعا مجال عمل للناس كلها. يعني مثلا خارجين سياحه وفنادق كلهم، يعني بكل الشهادات بتاعتهم، هو بيتارجت الاوتيلات. لكن هو عنده في خطوط كتيره في كل العالم، بس محتاجه دراسات معينه بحريه طبعا، ومحتاجه شهادات معينه عشان يقدر يسافر بيها اي مكان في العالم يشتغل. فدي الاف الفرص للشباب ما هياش موجوده هنا، الناس مش عارفينها. الكابتن، يعني احنا عندنا الرئيس، والرئيس ده بروفيشنال وهو موجود جوه مصر، وهي مصر مش محتاجه غير كده، لان هو في طور ثابت بالنسبه له. لكن احنا عايزين اللي هيسافر بيستعمل خرائط ملاحيه وبيرسم خطوط سير وبيسافر اي مكان في العالم، بيستعمل تكنولوجي، بيستعمل اجهزه جديده. فاحنا عايزين النوعيه دي اللي هي بتنتشر في العالم. فدي حضرتك هي انتوا بتقدموا الخدمه التدريب ده ازاي؟ حضرتك احنا بندي الجمعيه بتقدموه لمين وبتروحوا لهم ازاي؟ هو حضرتك احنا الجمعيه المصريه الامريكيه دي احنا بنعمل، يعني احنا لينا كذا اتجاه. احنا اهم حاجه عندنا ان احنا نعمل كوميونتي بحري، فاحنا بندخل جوه الجامعات، بنعرف الناس، الشباب اللي جوه الجامعات في الاول، بنعرفهم لو انت على الشط في الصيف طلعت على رحله في البحر، دايفنج، سنوركلينج، صيد، لازم تعرف يعني ايه استغاثه. لا قدر الله لو الرئيس ده حصل له اي حاجه، تعرف ازاي تبلغ استغاثه، مين اللي هيستقبلها، ايه اللغه بتاعتها، معدات انقاذ ازاي بتنزل، ازاي هتستعمل لا قدر الله لو في حرايق، ازاي تقدر تكافح الحرايق، انواعها. وعلى فكره الحاجات دي بتنفعهم في البحر، وكمان موجوده في البيوت، يعني كل الحوادث دي ممكن تحصل برضه في البيوت، فلازم اكون عارف.
فحضرتك من دول احنا بنلاقي في ناس مهتمه انها تدخل الدراسات عندنا هي عدد ساعات. طبعا احنا بندي الشهادات دي الشهادات يعني شهادات حضرتك البحريه لازم تكون ابروفد من مكان. احنا بالنسبه لنا احنا دارسين في امريكا في الامريكان سيلينج اسوسيشن، واحنا الانستراكتور بتوعها اللي موجودين هنا في الميدل ايست، ولازم نسافر كل سنه شهرين عشان نكون ابديت بكل حاجه، ملمين بكل جديد، وانتوا بتدربوا بقى الشباب. بالظبط. فحضرتك احنا سيرتيفايد ان احنا ندرس للناس دي العدد الساعات دي، ونديهم النظري والعملي، وعندنا كذا نوع من العملي، في عملي كلاس، في عملي على اليخت نفسه. فبيطلع المتدرب بعد ما اخذ اجتاز ساعات التدريب العمليه والنظريه يقدر ياخد اليخت وينزل البحر، ولا هيتعرض لمخاطر ولازم يكون معاه؟ يعني احنا في رحلات السفاري، وطبعا احنا لسه على خلفيه حادث يعني وفاه شباب كانوا في رحله سفاري، قالوا ان عدم وجود دليل، وانه المشاكل الطبيعيه ده بنتعرض له في البحر، انه لازم يكون في دليل مع اللي طالع مع اليخت. معنى ايه الدليل ده تقصد حضرتك؟ يعني حد عارف الاتجاهات؟ لا. يتعرض يخت مثلا يتوه في البحر مثلا؟ لا حضرتك يعني ولا وسائل الامان والاستغاثه متوفره بشكل كامل؟ بس انا اقول لحضرتك حاجه، في فرق ان انا اكون دارس، ما هو الرئيس ده هو كويس جدا بس هو واخد الموضوع بالخبره. فالدراسه مهمه جدا. ليه؟ لان لما بيكون دارس بيبقى عارف لا قدر الله في اي مشكله يعني هيعمل ايه بالظبط. يعني حضرتك في لغه في البحر لازم كلنا في العالم بنتكلمها، الرئيس ما هوش عارفها، لان دي لازم دي داخله في الدراسه. يعني انا هبلغ استغاثه دلوقتي 100 جنسيه، ال 100 جنسيه هيعرفوا ازاي؟ ما حدش هيعرف الا اذا كنت بتكلم نفس اللغه اللي احنا كلنا مشتركين فيها. فمعناها ان انا اقدر اوصل الاستغاثه بتاعتي والناس عرفوا فهيقولوا لي احنا امتى، واقدر اقول لهم انا عندي ايه. طب لا قدر الله لو في حرايق، فين الطفايات انواعها ازاي؟ طب لا قدر الله في حالات التصادم والمفروض هعمل اخلاء، طب الصدمه بتاعت الراجل ده في فرق، وفي فرق ان انا لا ده انا دارس وفي براكتس اتعمل قبل كده. الرئيس لوحده بخبرته الرئيس مع الكرو كامل. ما هو حضرتك ده اللي احنا بنعمله. احنا بنعمل ايه؟ احنا بندرب الناس دي كلها في كل حاجه، ان هو يمشي في البحر، وان هو لا قدر الله لو في مشكله ازاي يتعامل معاها وينزل الناس بهدوء، لان هو المفروض هو يكون اكتر واحد مسيطر على الموقف اللي هو بيبقى كل الناس في فزع فيه. هنا في مصر طبعا وسط الرؤساء ده مش موجود، هم حافظين، بس لا قدر الله لما تحصل مشكله هو طبعا هو ما يعرفش يتعامل معاها ازاي. فطبعا بتحصل كارثه، بتسمعي ناس غرقت وناس المركب ولع وحاجات كتير. في مشاكل او نماذج المشاكل اللي حضرتك ممكن تكون تعرضت عليها بخبرتك في البحر كانت مشكلتها عدم التدريب، وانه اللي نزل البحر ده مش متدرب بشكل كويس؟ هو حضرتك كل المشاكل اللي بتحصل هي عشان ما فيش تدريب اصلا. لان حضرتك انا عندي معدات انقاذ وانا ما اعرفش استعملها، طب لا قدر الله حصل مشكله هعمل فيها ايه؟ الرئيس بياخد الحاجات دي ويشيلها يقفل عليها، لان هو اصلا ممكن يكون هو مش عارف تستعمل ازاي، وممكن تكون اصلا اكسبايرد مثلا بقى لها سنتين مثلا، يعني وقت ما تستعمليها مش عارفه تستعملها ازاي. ده عندنا حتى يعني حاجات مثلا بتاعه الاستغاثات بالليل دي حاجات كلها طبعا بتتضرب زي المفرقعات او زي الباراشوتات علشان تتشاف. فدي حضرتك ليها اتجاهات معينه، وموضوع برضو لازم يتعرف، كل حاجه لازم تتعرف لان في خطوره. المهتمين واللي بيتابعونا دلوقتي اللي عايز يدرس وينزل يتعامل مع البحر بناء على تدريب ودراسه، يعمل ايه؟ ومده الدراسه دي قد ايه؟ مستوى اللي هيخرج منه بعد التدريب في مخاطر، ولا وانس ان هو اجتاز فتره التدريب فهو كده امن؟ لا ده هو حضرتك هو يعني بص حضرتك هو الاكاديميه البحريه الامريكيه دي اللي هي التخصص في الدراسه، الاكاديميه نفسها. فدي حضرتك الدراسه اللي هي بعدد ساعات معتمده، على فكره هي معموله عشان لو واحد بيدرس طالب او اذا كان موظف او اي حد يقدر يدرس يومين في الاسبوع في عدد ساعات بتناسبه، مثلا ساعتين او 3، لان هي عدد ساعات ثابته هو بياخدها في قد ايه وقت مش مهم بالنسبه له، المهم يجتازها في النهايه. المهم ان هو يجتازها. بس احنا عندنا في حاجات كتيره، يعني احنا مثلا ايه في دراسات بنبتديها من اول 10 سنين للاطفال، يعني اطفال يقدروا يتدربوا على رياضه اليخت من سن 10 سنين. طبعا، لان دول مهمين جدا، هم بيكونوا موجودين على اليخت مع اهلهم. ممكن احنا قدرنا نعلم الطفل ده اللي عنده 10 سنين فلا قدر الله في اي مشكله هيقدر يقول لهم على الاقل ده مثلا جهاز اتصالات هتقولوا كذا بالظبط. على فكره الاطفال اكثر حفظا وتركيز. يعني احنا بنقول لهم الحاجه مره خلاص، يعني ممكن تساليهم بعد سنتين وهم حافظين، مفيش حاجه اتغيرت. فدول الاطفال بنبتدي بيهم
طبعا في المدارس او في النوادي، وبعدين بنبتدي على يعني السن الاكبر في حاجات سيفتي بنديها، واحنا بنعمل توعيه على فكره فور فري لكل الجامعات. بتنزلوا كفريق للجامعات حضرتك ولا بتوجهوا الدعوه وهم بيجوا لكم؟ لا حضرتك احنا بنروح لهم جوه الجامعه وبنديهم محاضرات يعني ايه سيفتي، وده حاجات يعني احنا بنعملها كده، وهي تطوعيه طبعا عشان الناس دي ممكن تتعرض لكل المخاطر دي ما دام هم طلعوا على يخت في اي حاجه، رحله صيد، في دايفنج، في اي حاجه هتبقى لازم هيقابلوا مشاكل فيها، فلازم يعرفوا ايه هو اللي بيعمل. والحاجات السيفتي دي يعني معاهم طول الوقت، مش بس اللي بيتعامل مع اليخت. لا دي حضرتك دي حاجه اساسيه. بصي السيفتي ده حضرتك لازم اذا انا احط رجلي في البحر عموما لازم اكون عارف ابسط الامور، هنقذ نفسي او الناس اللي حواليا ازاي، لو واحد وقع هعمل ايه. دي حاجه مهمه جدا. لكن اللي هينزل يشتغل لا، ده بقى بيدخل في دراسات، بيدخل في خرائط ملاحيه، بيدخل في اجهزه شغاله على الاقمار الصناعيه، الرادارات، الاتصالات، بيدخل في دراسه هي شبه الدراسه نفسها بتاعت الاكاديميه عندنا، بس احنا المواد بحريه فقط لا غير، لان طبعا هي دي اللي بتهمه في الشغل، وخصوصا ان احنا بيبقى عندنا دكاتره، بيبقى عندنا يعني وظائف كتيره جدا بتيجي بتدرس الدراسات دي. في ناس بتاخدها كوميرشال عشان الشغل، في ناس تاخدها فور فن لان هو بيطلع في رحلات وعايز يبقى في امان، تعرف كل حاجه. الحملات التوعيه اللي بتعملوها داخل الجامعات، في اقبال من الشباب على واهتمام واستماع؟ طبعا في اقبال لسبب، لان حضرتك هي حياه البحر دي حياه غامضه للناس. يعني احنا مثلا موجودين طول عمرنا على السفن بنسافر، فاحنا مش موجودين، عشان كده احنا يعني الناس مش عارفانا كويس، مش عارفه طبيعه شغلنا ازاي، حياتنا ازاي، بنعمل ايه. هم كله معتقد انها مركب بتمشي في عرض بحر. لا دي موضوع مخاطر بنقابلها كتير طبعا. اهم الجنسيات اللي بتهتم بسياحه اليخوت او السياحه دي اكتر فين؟ السياحه موجوده في كل العالم، في كل لكن ما نقدرش نقول ان هي لان دي اساسيه مقتصره على جنسيه معينه مهتمين بيها اكتر. في كل العالم. السياح اللي بيجوبوا منطقه البحر الابيض المتوسط من جنسيه بيجوا لنا من معينه. بس المهم حضرتك توصلي بروجرام كويس، تعملي خدمات كويسه جدا، العماله اللي هي بتخدم السياحه دي تكون برضو مدربه. فاحنا حضرتك احنا بنعرف اي حد عايز اي معلومه عن مجال اليخوت، فاحنا بنحاول ان احنا اخيرا علشان وقتنا موضوع المسابقه، احنا عارفين ان انتوا بتنظموا مسابقه. احنا حضرتك بننظم سباق، احنا حضرتك بنعمل الاثنين البروجكت هم كبار مع وزاره السياحه برعايه وزاره السياحه. فبنعمل اول حاجه سباق دولي، الجديد اللي فيه ان في فريق مصري هيشارك فيه، فده حضرتك بيتطلب مننا ان احنا بنقعد اكتر من 4 شهور بنجمع الطلبه من الجامعات او بنجمع الناس اللي هاويه عشان نبتدي ندخل في التدريبات. على فكره احنا بنبتدي اول سباق اللي هو الزوارق النزهه. زوارق النزهه دي اللي هي اوريدي موجوده في نادي يخت المعادي والقاهره وفي كل النوادي عموما وفي كل مصر، فهي دي حاجه موجوده عند الناس، هي عندهم اصلا موجوده ومتغطيه. الصغيره حضرتك ده سباق في العالم كله، يعني مش حاجه احنا بنبتدي بيها، لا ده هي اصلا هي موجوده في العالم، بس احنا بنأهل فريق مصري عشان نعمل شعبيه ونعمل مشجعين للعبه وندخل اجيال جديده، لان في انواع كتيره من السباق فلسه يعني هنبتدي بيهم دول. ان شاء الله بنتمنى لحضرتك التوفيق وللايفنت اللي حضرتك بتحضره. القبطان ياسر مسلمي بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا في ختام هذه الفقره. فاصل قصير ونستكمل فقرات هذا اليوم.